السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده مع نانا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. النهارده حبايبي هقول لكم طريقه تفريز الباميه بطريقه سهله وجميله وسريعه وتعيش من السنه للسنه. يلا بينا نشوف مع بعض. ده كيلو باميه حبايبي زي ما انتم شايفين كده، قمعناه وزي الفل اهو. هنحطه فين بقى؟ هنحطه على طول في الحله اول ما الميه تغلي. هنا حبايبي الميه داخله على غليان، اما تغلي نشوف هنعمل ايه بقى يا حبايبي. هنا الميه حبايبي غليت اهي، هننزل بالباميه اهي زي ما انتم شايفين اهي، بس كده هنقلبها دقايق كده اهي. لونها طبعا قدامنا خضر وبقى جميل، دقيقتين بالظبط اهو. هنحط عليها ايه بقى وهي بتغلي اهو؟ ده ليمونه معصوره بس، ونقلب شويه كده اهو. بس هتغلي غلوه بس. شوفوا لونها خضر ازاي، لسه هما دقيقتين بالظبط عشان هي الميه اصلا مغليه. بس خلاص كده يا حبايبي. اهم حاجه انها ايه؟ تنمل بس اهو. بس هنشيلها بعد كده بقى، ونشيلها فين بقى؟ بصوا يا حبايبي نزلنا ازاي بالميه عليها من الحنفيه، وعليها ميه ساقعه على طول نكتم سواها اهو. ميه ساقعه جامده جدا اهو زي ما انتم شايفين كده، علشان نخلي السوا ايه؟ يقف. بس كده اهو ميه ساقعه وخلاص لحد ما تبرد خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وجبت ميه ساقعه كمان يا حبايبي من الثلاجه علشان السوا يقف خالص، بحيث الباميه تبقى ساقعه خالص خالص اهو. بصوا اهي، شوفوا لونها اخضر وجميل ازاي اهو. اسهل حاجه يا حبايب قلبي. بصوا بقى لونها الجميل يا حبايب قلبي، بصوا اهو لونها جميل ازاي كده بقى. سقعت خالص ما فيهاش ريحه السخونيه. شوفوا اهي منظرها جميل واخضر. نحطها بقى في اكياس هتقعد معاكي من السنه للسنه. واخيرا يا حبايبي بعد ما الباميه خلصت وحطيناها في ميه، نزلنا عليها الميه بقى الساقعه خالص عشان نوقف السوا بتاعها، وحطيناها في اكياس زي ما انتم شايفين كده، كل كيس حسب احتياجاتك اهو يا حبايبي. هتقعد معاكم من السنه للسنه. اتمنى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.